عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في كل شيء وليه حل. أنت عليك المشكلة وإحنا علينا الحل. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. المشكلة من معانا بيقول: السلام عليكم، كيف أتعامل مع خطيبتي الغبية بحيث يصل غبائها إلى درجة إني أكرر الجملة 5 مرات ومع ذلك لا تفهمني أبدا؟ أرجو المساعدة من المختصين. بص حضرتك، مبدئيا اللي بتقوله ده غلط وما يصحش، ما ينفعش تقول على إنسانة إنها غبية. وسؤال يعني ليه حضرتك جايب إن العيب فيها هي وإن هي اللي غبية؟ مش ممكن يكون أنت حضرتك مش بتقدر توصل لها المعلومة صح وطريقتك في التفاهم والشرح غلط؟ بص، بعيد عن حضرتك، يعني أنا عندي مبدأ في الحياة إن مفيش طالب غبي إلا ما بيكون وراه مدرس فاشل. الموضوع بسيط، كلمها بعقلها هي، يعني خاطبوا الناس بعقولها وبدرجه استيعابها هي عشان هي تفهم. لو على كلامك انت بتفهم اكتر منها وان هي غبيه، فخدها بالراحه وحاول ان تخلق لغه حوار بينك وبينها. انا مش هقدر اقول لك غير انت لو شايف الموضوع صعب وهي مش مستجيبه معاك فخلاص انت لسه على البر. دلوقتي احسن كل واحد ينفصل ويشوف حل سبيل. ربنا يوفقك ويوفقها. بصراحه انا شايف ان الانفصال هو الحل طول ما انت شايف ان هي غبيه وانها مش على قدر من الاستيعاب ومش بتفهم. للاسف ده هيبقى نمط ثابت عندك، وحقيقه عقلك هيسلم بيها حتى لو كانتش موجوده، او حتى الموضوع ده كانت وهي فعلا كانت بتفهم والمشكله عندك انت. خلاص طول ما انت شفتها غبيه فانت تحطها في القالب ده، سواء هي صح او غلط. تبقى تشوف حل سبيلها وانت تشوف حل سبيلك، وربنا يكرمك ويكرمك بدون تجريح بدون اي حاجه. وشكرا. في النهايه نتمنى تكونوا فكره في حل المشكله وان الحلقه تكون نالت اعجابكم. ولو في اي حد بتواجه مشكله فما تقدرش تتواصل معانا وهيلاقي كل المعلومات اتصال بينا متاحه تحت في صندوق الوصف. طبعا ما تنساش اللايك لان اللايك دوت اهم وافضل حاجه ممكن تقدمها لصانع المحتوى عشان يستمر في المحتوى اللي بيقدمه او يطور منه، وكذلك الشير وكذلك الاشتراك في القناه عشان نقدر نوصل ناس اكتر ونساعد ناس اكتر. وفي النهايه ما تنساش اخواننا في غزه وفلسطين بالدعاء ومحاوله نشر الروايه والسرديه الفلسطينيه في كل مكان. وكذلك يا جماعه مقاطعه سلاح مهم جدا، اللي ما قاطعش يقاطع واللي مقاطع يكمل مقاطعته ويحولها من مقاطعه لاستغناء، وباذن الله ربنا ينصرهم. ودمتم في رعايه الله وامن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.